امتحان على الدرس الأول دراسات اجتماعية للصف الأول الإعدادي المنهج الجديد، صفحة 37 من كتاب امتحان الترم الأول. يلا بينا نبدأ. الخريطة: 1. أو دولة عربية تطل على مسطحين مائيين مصر. 2. دائرة عرض رئيسية مدار السرطان. 3. مضيق يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن، مضيق باب المندب. 4. مسطح مائي يفصل قارة أفريقيا عن أوروبا، البحر المتوسط. 5. ممر مائي مهم، قناة السويس. 6. مدار الجدي. 7. مضيق موزمبيق. رقم باء 1. نشأت حضارة كوش في السودان. أي من الدول الأفريقية التالية يمر بها مدار الجدي؟ مدغشقر. رقم 3. يحد قارة أفريقيا من جهة الغرب المحيط الأطلنطي. 4. تعرضت شعوب القارة الأفريقية للاستعمار من قبل دول قارة أوروبا. رقم ج. بما تفسر معاناة قارة أفريقيا من الفقر بالرغم من امتلاكها العديد من الثروات الطبيعية بسبب تسارع الدول الأوروبية الاستعمارية على قارة أفريقيا لنهب خيراتها. رقم 2. تنوع المناخ والنبات الطبيعي في أفريقيا. أول ما أقولك تنوع يبقى نقول بسبب تنوع النبات الطبيعي بسبب موقع الفلكي لقارة أفريقيا. رقم 2. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. 1. دائرة عرض رئيسية تمر في وسط القارة الأفريقية، دائرة الاستواء. 2. منطقة ذات أهمية استراتيجية تمثل حركة اتصال بين أكبر قارتين في العالم من حيث المساحة، شبه جزيرة سيناء. 3. مضيق يصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، مضيق جبل طارق. ما النتائج المترتبة على البعثات الاستكشافية في عهد محمد علي؟ اكتشاف النيل الأبيض ورسم خريطة للنيل حتى الجنوب. والخديوي إسماعيل اكتشاف منابع النيل ووصول حكمه حتى جنوب دائرة الاستواء.